انا غير باش نعطي الاخ ديزاد. كانت روايات في القتل في القتل، لان كان البومدين كان في الازهر. دونك فاش مشى الرئيس بن بله كان رئيس قبل ما دمرش حتى 3 شهور. دونك وتما تلاقاه وعرض عليه باش يجي سميتو الجزائر، وتما تبنى الخطاب الثوري ديال بومدين. عمرو ما حارب بدليل انه الجنود الجزائريين اللي كانوا في الثوره هما اللي كيصرحوا بهذه التصريحات هذه. دونك مساله اخرى هو ان بومدين كان مرض، كان فيه عنده سرطان الدم، وكان طلب من بن بله باش يمشي للاتحاد السوفيتي انذاك المعسكر الشيوعي باش يداوى، وكان مرض سرطان ديال الدم نادر جدا. وجابوا 40 طبيب وجلس 40 يوم ما تيشوف ما تينوض، والجزائريين داروا التعتيم، الرئاسه الجزائريه دارت التعتيم على المرض ديالو. وفي التالي تبت على انه كان مريض، وباش يثبتوا على انه كانت جريمه في حق رئيس ديالهم اللي هو قائد ديال الثوره، قالوا بالتسريب على انه راه قتل. وباش يديروا التلفيق ديال التهم ديال القتل قالوا بانه راه قتل او سمم من طرف اعداء خارج الجزائر، وهذا هو اللي تم القتل ديالو، في حين انه راه مات مريض، راه 40 يوم ما تيشوف ما لا تينوض. لا الشويطر وسبحان الله العظيم اخويا والطبيب الشويطر السويسري والطبيب كنت نبأ به اش كيقولوا له ديك عبد الحميد كيشك. لا كيشك. لا نعم، لا عبد هما الحميد لصقوا كيشك. اسمح التهمه، لي. لصقوا التهمه والطبيب في لا صدام حسين كان بانه طبيب هو من قام بتسميمه كان طبيب في سويسري العراق. ديالو كانت عنده روايه ليهم، هو اللي عطاهم سبب الموت ديالو. راه كان طبيب ديالو، هو اخر طبيب شافوه هو طبيب سويسري، وفعلا راه طبيب سويسري اللي شافوه. راه ما كانت العمليه ديال القتل لا تشيع، الا كانت شي حاجه مدبره كانت شي حاجه مدبره عمليه داخل الجزائر. يعني ما كاينش اللي غادي يقتلوا خارج الليل. كان في القصر ديالو فاش مات، اخر ايام الحياه ديالو دوزها داخل القصر. وإلا كانت شي حاجه كان انقلاب عسكري ضده بالتصفيه الجسديه ديالو في اطار المرض ديالو، لان حتى السفر ديالو راه كان مؤرخ. ما اشرات له الاتحاد السوفيتي باش يدخل، حتى مشى بن بله ونظموا له اللقاء ديالو عاد مشى لتما. يلا اخي، اخ محمد حيد المايك الله يخليك، بغيت نتكلم في واحد النقطه برك. انني سمعتكم الكلكم. شوف، بغيت نعلق على واحد الامر اللي هو مادام ان الموضوع تاعكم كان حول هواري بومدين باش نعطيكم معلومه باش تاخذوها، وهذه المعلومه راهي صحيحه ومن مصدر موثق. شوف، الموت تاع المدعو بوخروبه، الجنرال بوخروبه رئيس الجزائر في فتره الستينات، ما بين الستينات والسبعينات، كان غير سبب غير معروف. وهناك مقولة شهيرة لبومدين، قال لهم أنه مهما حصل، قال لهم نموت هنا في بلادي وما نسمحش لفرنسا باش تداويني. هذه تدخل للجوجل تشوف هذه المقولة، راهو قالها، تدخل للجوجل اكتبها دوك تشوفها. لا تنسى أن يعني حتى وإن كان يعني هواري بومدين قد يعني خسر بعض العلاقات مع المغرب أو خسر بعض العلاقات الخارجية، لا تنسى أن هواري بومدين فعل ما لم يفعله أي رئيس جزائري. بومدين أول رئيس جزائري دمر بعجلة القيادة، عجلة النمو الاقتصادي للجزائر. أنه في وقت بومدين كان الدينار الجزائري 1 دينار يساوي 1 أورو، هذه معلومة موثقة. الاقتصاد في وقت هواري بومدين كان اقتصاد قوي جدا، والموت تاعه كان غير معروف، لا جاء غير على انقلاب ولا جاء على أي شيء، فهمتني؟ ربما أنا يعني كان عندي واحد الصديق تاعي كان يعني يخدم في المخابرات العسكريه، وراك تعرف كيما كاين واحد الامور ما ينجموش يحكوا عليها هما لانها ممنوع عليهم، تعتبر من اسرار الدوله. سقسيته يعني هو كشخص كبير يعني وذو رتبه في الجيش الجزائري، قال لي باللي انه هناك امور ما يتعرفها حتى واحد، تعرفها يعني غير برك القيادة العليا الجزائرية. يعني حتى ولو كان يعني موت هواري بومدين ما كانوش غادي يعلنوه. علاش ما كانوش غادي يعلنوه؟ حتى لا تنوض فوضى في البلاد، فهمتني؟ هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية راح نعلق على أمير قبيلة، سي أمير كمال، قال لك يعني بوتفليقة. لا تنسى يا أخ كمال أن بوتفليقة فعل عدة أمور جيدة للجزائر في منذ توليه منصب الرئاسة سنة 1990. أول شيء فعله هو أنه دفع للبلاد بالمصالحة، لأن البلاد كانت خارجة جريحة. لا تنسى أنه أكثر من نصف مليون مات في العشرية السوداء الجزائرية الممتدة ما بين 90 و 99.
جال يعني الرئيس بوتفليقه ودار المصالحه مع الناس هذوك اللي كانوا في الجبل، قال لهم اهبطوا، قال لهم نعطي لكم عامين حبس، سلموا الاسلحه تاعكم ونعطي لكم عامين حبس ونصفيوا لكم لي كازي جوديسيير تاعكم. فهمتني؟ لا تنسى ان بوتفليقه يعني فعل هو اول من انشا يعني صيغه هذه العدل الاديال، هذه السكنات التي تمنح مجانا في الجزائر. يعني هو اول ما كان. شوف بوتفليقه اغتنموا سبب المرض تاعه. بوتفليقه في سنه 2014 من مرض، بدات ناس تدخل وتدير ناس على ظهره. فهمتني؟ اولهم كان السعيد بوتفليقه اللي هو الاخ تاعه كان. سبب الحراك، على بالك نعطيك مثال برك في سبب الحراك اللي وقع في الحراك. السبب الرئيسي هو أنه سعيد بوتفليقة سرق الختم الرئاسي من قصر الرئاسة من أخيه بوتفليقة، ووقع واحد الورقة اللي تقول أنه يتم إقالة قائد الأركان الجيش السيد قايد صالح من منصبه. وهنا ما جن جنون الجيش الجزائري، حيث أن القايد صالح حاصر قصر الرئاسة. قال لهم بنادم ما يخرجش من قصر الرئاسة اليوم. فهمتني؟ وكان داخل قصر الرئاسة سعيد بوتفليقة. هذيك من ثم كانت بداية الحراك. والقايد صالح يا أخي ما تديش يعني حاجة على رقبتك ما راكش عارف، ما عندكش علم فيها. قايد صالح ليس هناك دليل، وبتحقيق من المخابرات وتحقيق معمق ليس هناك دليل على أنه قتل. قال لك مات موتة ربي لأنه هو قبل ولكني انور مالك هذا المستشار ديالو ولا الكاتب ديالو خرج بالتصريحات كامله. لا أخي، لا أخي، شوف هذاك أنور بالك، هذاك ليس أقل درجة من خائن. فهمتني؟ هذاك راه بغاو يدير فوضى. قال لك باللي أنه القايد صالح قتلوه علاش؟ باش ينوضوا بلبلة في البلاد، والشعب ينوض وندمروا بلادنا كما صرا في سوريا وفي العراق وفي الربيع العربي. فهمتني؟ القايد صالح قبل الموت تاعو نعقل وين قلت انور مالك قرميط بونويره ديسمبر او 26 او 24 ديسمبر راه توفى. ولكن قبله باسبوع جرى واحد العمليه على قلبه، لانه هو كان يتمشى يعني بالبيله اون بيل هذيك اللي تتبلاصه في القلب تاعو. قالوا له الاطباء انه قلبك راه ضعيف صاي، يعني راك وصلت لواحد مرحله الياس يعني. وزادت أسبوع من موراها توفى. يعني حتى الآن الشعب الجزائري والقيادة الجزائرية تعلم أن موت القايد صالح كان موت طبيعي. فهمتني؟ ما يجيش ولكني علاش الجنرال بالقصير خرج كيقول لهم بأنكم قتلتوا القايد صالح وسجنتوا ديك الطبقة القياديين اللي كانوا تحت القيادة ديال القايد صالح؟ ياسر دوك نقول لك انا جينينا بالقصير راني فهمتك. بغاو يديروا بلبله في البلاد، بغاو يديروا ماشي وحده اللي جنرال بالقصير اللي خرجوا يعني عديد من المعارضين وناس بدات تتكلم. واحد منهم واخا الجنرال بالقصير بغى يدير بالباله في البلاد. باقي يتم تشويه من كان الى يومنا هذا يتم تشويه أسرة القايد صالح. وخطاب الاخر ديال تبون كان يقصد به العائله ديال القايد صالح. الى ما تموت الله علاش باقي تابعينه للتشويه؟ دوك نفهمك علاش. شوف القايد صالح كان من يعني واحد من لي بيلي زعما الاعمده، كان واحد من اعمده العصابه اللي كانت في عهد الرئيس الراحل رحمه الله عليه عبد العزيز بوتفليقه. القايد صالح ما ننكروش انه هو دا كثير من الامور، دا ارزاق ودا اراضي. والولد تاعه يعني خالد القايد عنده الكثير من الاملاك. ومين جاء يعني هذا الرئيس تبون وقعت هنا الامور تاع المحاسبه، بداوا يجبدوا كل شيء يعني. راحوا حتى تحقيقات معمقه في ولاد القايد صالح. يعني القايد صالح كي ولكن جد يزيد واسمعني اخويا. دابا انت مني قلتي القايد صالح وهذا جنرال بالقصير خائن ليس اكثر من شكون هو اللي كان مكلف بالبحث في هذه العصابه ويجبدوا الملفات العصابه وهذا السرقه الاموال المنهوبه؟ شكون اللي كان مكلف؟ دوك نقول لك شكون كانت هناك هيئه راه اعلنها هذه عبد المجيد تبون باش نفكرك. كانت هناك هيئه مراقبه لا يعلم اسمها احد. لانه علاش نفهمك، خليني نعطي لك الدليل كمل هذا. شوف
كانت هناك الرئيس تبون علنهم، قال لهم ان هناك يعني هيئه ويعني جماعه لا معروفه هويتها. هنا هاد الناس يعملوا في الخفاء. علاش دوك نفهمك ما يعرفوش الهويه تاعهم؟ لانه لو كان يعرفوا الهويه تاعهم راح يوقع تصفيه وراح يقتلوا وراح ينختالوا. علاش؟ باش ما يجبدوش الامور اللي فاتت. فهمتني؟ واصبر ديزيد باش ما تعصبليش عقلي شويه. دابا قلتي كانت واحد الهيئه، واحد اللجنه، انا متفق معك. هاد اللجنه فيها 12 شخص، وعلى راسهم شكون هو؟ الجنرال بالقصير الذي كلفهم القايد صالح. القايد صالح اطلب منه الرئيس المؤقت ديال الجزائر اللي هو عبد القادر بن صالح. دابا انت كلها بانها ارهابيه، وكيفاش يقسوا بان منين هما ارهابيه وبحث الجرائم والعصابه؟ كيفاش يقسوا بان الرئيس هذا اللي داز اللي قبل عبد العزيز بوتفليقه بانه كان مجرم؟ كيفاش انتم تيقسوا غير في اللي بغيتو؟ ايوا راه هو اللي قال لك شفار. لا يا اخي، عبد العزيز بوتفليقه لم يكن مجرم، هو كان ضحيه لاستغلال. كمل. واخا الاحرار، السلام عليكم. السلام عليكم. اولا تحياتي لك. درنا الكاميرا بعدا، درنا الكاميرا للسيد الاحرار. هذا داد ابراهيم كيدير الكاميرا، ما عندكش المشكل. لا داد ابراهيم، هذا داد ابراهيم هذا. لا ماشي مشكل. داد ابراهيم. ايوا انت تبدل كل 5 دقائق يا صاحبي. اخ كمال، شوف يعني هناك امور نحن كشعب جزائري ما نبقوش ندخلوا فيها. علاش؟ كاين هناك امور معمقه جدا، يعني ماشي انت ولا انا ولا حتى كاين ناس برتبه جنرالات وما عندهمش الحق باش يدخلوا في هذه الامور. عبد المجيد تبون كي دار هذيك الهيئه وهذيك اللجنه اللي عندها 12 تدخل، راه عندي تدخل. بلاتي ما فضلك خليني نكمل وراح نسمعك نحيد المايك باش ما يطفاليش التليفون. شوف يا اخي، هادو الناس كي جاو باش بداو يعني بهاد الناس القماقم الكبار، هاد الرؤوس الكبيره، منهم ابناء القايد صالح، ولاو يتمشوا بواحد العقيده من اين لك هذا، ولاو يحاسبوا الناس. فهمتني؟ هناك يعني ما نهضرلكش على يحيى، ما نهضرلكش على سلال، ما نهضرلكش على طحكوت، ما نهضرلكش على بدوي، ما يعني كان هناك فساد كبير. وهذا الحمد لله دروك الجزائر صفات، مازال هناك يعني بزاف نقول لك واحد القضيه خويا ديزيد. دابا توضح واحد المثل اللي قال فيه واحد المؤتمر صحفي كنديرو عبد المجيد تبون، قال فيه الديب ياكل النعجه ويريق ريوقو ويتبنن فيها، والنعجه ياكلها الديب ويريق ريوقها ويتبنن فيها. دابا عاد فهمت بان اللي كان كيبحث في الجرائم ديال النظام السابق هو براسو ديب. يعني دابا خرج شبون كيقول باللي الاموال المسروقه لقينا 36 مليار دولار عند من؟ عند القايد صالح. لذلك الناس اللي عندكم في السجون خصكم تخرجوهم، حيت القايد صالح كان ارهابي، وجو رئيس الدرك الجمهوري اللي هو جنرال بالقصيري مجرم، ودرتو المجرمين كيحقوا في الشرفاء. لذلك خصكم تردوا الرئيس اللي كان وتردوا ديك الناس اللي في السجون، حيت راكم اختاريتوا الشخص الغير المناسب للمكان المناسب. اختاريتوا هذا القايد صالح وانت كتقول لي مجرم، والفلوس 36 مليار مسروقه عند العائله ديالو، وهو اللي قرا الفلوس مسروقه، وتبون كيقلب على الفلوس، وجبتو هذا اللي كان مسؤول دابا الجنرال بالقصير اللي هو 12 معاه حتى هما تصابوا مجرمين. يعني خصكم ترجعوا للور. لا نفهمك، يعني الحراك ديالكم كان غير شرعي، راكم ظلمتوا الناس. الحراك ايوا هادشي جاء اللي كاين. بثماره، الحراك جاء بثماره. دوك نفهمك علاش، دوك نفهمك هذه المقوله تاع الديب ياكل النعجه وريوق يسيلو. شوف يا اخي، باش تحارب بالديب ربما غلطت في المثال، معليش. باش تحارب بالديب لازم لك ديب، هذه مثال لازم تفهمه. باش تحارب بالديب ما راش تحاربه بالنعجه. باش تحارب بالديب لازم انت تكون ديب. فهمتني؟ وكي هذاك الديب يصفي لك الديب القديم، انت صفي الديب الجديد. صاي فهمت؟
هذه هي. راه شوف الديب ما يا يحاربوا غير ويعني الكلب، راه ويعني الا اللي بغيتي غيبقى تحارب، حاكمك الا ديب. بغيتي تحارب الديب خاص لا لا شوف، الا بغيتي ها اللي تحارب غيبقى الديب خاص حاكمك تكون ديب كلب. اكثر منهم. كمال أودي كمان شوف راه اسمح اللي لي حنفو تيقضي على دقيقه الديب راه هو الكلب. غادي نقول له واحد المثل. شوف كاين ولا واحد كلمه الدعاء، اخيره قبل ما تمشي عندك كاين واحد الدعاء قاله الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول لك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. يعني كاين واحد واخرجنا في من بعض بينهم الامور سالم. يقول لك اضرب الظالم بالظالم، فهمتني؟ في وقت القايد كان هناك يعني عصابتين، يعني كان هناك تصادم بين عصابتين، كانت هناك عصابة القايد صالح وكانت هناك عصابة السعيد، فهمتني؟ المستفيد الأكبر هنا شكون؟ هنا الجزائر، لأنه راح تتصفى لك جهة وتبقى لك جهة، فهمتني؟ وهذا ما فعله عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون يا اخي، شوف هذا الشعب هذا كيما انتم تحبوا الملك نتاعكم محمد السادس، احنا رانا نشوفوا في هذا عبد المجيد تبون الرجل المثالي. علاش؟ هو هدر على المغرب في شحال من مره، قال يا خويا لي عزيز، عرف نظم الوقت صعيب. شويه لا نظم الوقت شويه الله يستر عليك، فهمتني؟ يبقى يتكلم راه لنا هو نص ساعه بوحدو وغادي اللي يكمل. جزائري، هو بوحدو اللي شوف جزائري، كاين يعني عبد غير المجيد غنضرب تبون ضرب هدر على المغرب في الاسكوس اكثر والله من غير نسيتك اخويا مناسبه. صراحه، نسيتك والله إلا قال لك يا صراحة. ودي، قال لك شوف، قال لك احنا طرحوا له السؤال في الصحافه، قال له علاش يعني انت قطعت العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب؟ قال لهم يعني قطع العلاقات الدبلوماسيه كانت بديلا للحرب. هذه قالها وشفتوها كاع، فهمتني؟ دروك حنايا كانت هناك تصاعدات، لو كان راحت الامور اكثر من هذا وما كانتش انقطعت العلاقات الدبلوماسيه لا قدر الله كانت غادي تنوض حرب بيناتنا، لا شك فيها، فهمتني؟ وشكون هنايا لو كنت تطرح السؤال شكون هو الخاسر الاكبر هنا في الحرب؟ في زوج راح نخسروا الحرب، تبغي رجال وتبغي مال وتبغي اسلحه، فهمتني؟ وما جن جنونه. يعني ريت فاهم كاين واحد الامور لو كان تحمد ربي على القطع هذه العلاقات، لانه قطع هذه العلاقات سيفري كاين مناوشات هنايا وكاين امور، ولكن افضل من الحرب في رايي، لانه الحرب راح تشتت البلدين، وكي تشتت البلدين راح يدخلوا ناس واحد اخرين، راح تدخل الامم المتحده، تدخل فرنسا، راح تتخلط، فهمتني؟ انا ختاما للقول تاعي انا نقول واحد الحاجه، انا نقول واحد الدعاء، اللهم اصلح الاحوال ان شاء الله بين الشعوب، فهمتني؟ اللهم اصلح الاحوال بيننا وبين المغرب. يعني المغرب بعد كل هذا، المغرب بعد كل هذا فهم يظلون اخواننا، يعني هذا لا شك فيه. المغاربه خاوتنا بالرغم من اللي بيناتنا، فهمتني؟ ما يوحده الاسلام لا يفرقه شخص اخر، فهمتني؟ خويا دي زيد والله العظيم شكرا دي زيد. يعني لا هو يعني حر، ماشي يعني يناقش بكل حريه. يعني انا والله لا انا كنشكرك، انا بعدا والله حتى انا كنشكرك. يعني انا شوف يا اخي، انني ندخل في لايفات بزاف، وكاين لايفات يسبوني تاع مغاربه، كاين لايفات يسبوني، وكاين لايفات يهضروا لي هضرات ماشي كاينين. لا يا بالعكس. اخوان شوف، انا والله كان لي الشرف اني نشارك معكم هذا اللايف، وسمحوا لي برك لانه الهاتف تاعي راه 2%. ما كاين مشكل خويا. لا شكرا. ونقاشك ان شاء الله ما تكونش اخر مره تشارك معنا خويا. نقاشك جميل ما نتابعك يا اخ عزيز، ونطلع معك مره اخرى ونتناقشوا باحترام، بارك الله والله فيك. يصلح الاحوال ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا.